السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غنحضر معكم الحلوه د الكوك، كتجي بنينه وهشيشه كتذوب في الفم. غادي نحتاجو واحد 3 ديال البيضات. هاد البيضه حيت منها شي حاجه بانت لي بحال الدم، داكشي باش زلعات. مهم 3 ديال البيضات. غادي نضيف عليهم كاس مع مرش ديال السكر، اللي كيعجبو السكر يدير كاس عامر. وغادي نضيف نصف كاس ديال الزيت، كان اللي كيدير كاس حتى الكاس الا ربع. المهم كيعجبنيش نكثر من السكر والزيت. وغادي نضيف كيس ديال الفانيلا، او تقدروا تضيفوا الفانيلا السائله. غادي نحرك هذا الشيء مزيان حتى كيذوب لي السكر مع البيض. المهم حاولوا تحركوا مزيان مزيان حتى ما كيبقاش عندكم حبيبات ديال السكر، باش ما كيهبطش داك السكر لتحت ملي تكون الحلوه كطيب وكتحرق من التحت، زائد انها ما كتصدقش مزيان اصلا. دابا غادي نضيف قشور ديال حامضه كيعطيها واحد النسمه زوينه. المهم غادي نحكها هنايا بهاد المبشره هادي. كتجي ديك الريحه ديال الحامض زوينه فيها صراحه، كتجي منسمه. تقدروا تضيفوا حتى القشور ديال البرتقال اللي ما عندكمش الحامض. وغادي نستمر في التحريك حيت باقي ما دابليش داك السكر مزيان. هنا غادي نضيف الخميره ديال الحلويات. هنا عندي كل كيس فيه 7 غرام. غادي نضيف كيس ونص ديال بيكين باودر. والملحه ضروري من الملحه دائما في الحلويات، هي اللي صراحه كتقدهم بزاف. دابا غادي نلبس هاد القفاز باش كنخلط العجينه. هنا احتاجيت تقريبا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق. انا استخدمت الدقيق العادي زعما ديال القمح. تقدروا تستخدموا اي دقيق بغيتو وصدقات وجات زوينه بزاف. تقدروا تستخدموا حتى الدقيق الابيض. المهم انا كنفضل هذا الدقيق حيت صحي اكثر من طبيعه الحال. المهم كنبقى نحرك، نتوما ديروا بقى تحركوا حتى كتحصلوا على القوام ديال العجينه اللي غادي نوريكم من بعد. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، ما تكونش قاصحه. يلا كتشد راسها كما كتشوفوا، ماشي قاصحه نهائيا. وصافي غادي ندوز باش نشكلها في واحد الطاوه اللي كتدخل الفران. غادي ندير كويرات يكونوا متوسطين الحجم. من بعد راه غادي تطلق بوحدها وعاد غادي تزيد في الفران تطلق، لذلك فخصنا نخليو مسافه بيناتهم. المهم غادي نستمر هكا حتى كنسالي الكميه ديالي. من بعد غادي نكون سخنت الفران وكندخلها للفران حتى كطيب، وكنحضيو معاها. هنا راه تحمرات لي بالزايد. المهم نقصوا الفران بزاف وحضيو معاها، وفاش تهبطوها لتحت نقصوا الفران مزيان. وهذه اللي درتها اللي بقات لي من بعد واحد شويه د العجينه هكا خصها تكون، يعني ما تجيش بيضه ما تجيش محمره بزاف. المهم حاولوا تكون بحال هكا. دابا غادي نجيب الكوك وغادي نجيب كونفيتير ديال المشماش، هذاك اللي خاص بالحلويات. غادي نحطو في واحد الكاسرونه ونضيف عليه نص حامضه معصوره ولا نص كاس ديال ماء الزهر، ونديرو حتى كيسخن مزيان وكيتطلق كما شفتوا، ولا على شكل سائل مطلوق، ما بقاش هكا جامد. وتنجيب ديك الحلوه ديالي وكنحطها فيه. المهم الحلوه خصها تكون بارده وداك السائل ديال المربى يكون سخون. ما تحطوش الحلوه وهي سخونه. صافي وكنمرغها هكا مزيان في الكوك وكنوضعها في الصحن. مهم السر علاش كتجي هاد الحلوه هشيشه هو اننا كنديروها هكا كنغطسوها في داك المربى، وهذا هو السر باش كتجي هاد الحلوه هشيشه وكتذوب في الفم. وديك القشور ديال الحامض كيعطيوها واحد النكهه رائعه. صراحه هي حلوه بسيطه بزاف في المكونات، ولكن كتجي بنينه بزاف وراقيه. حضروها غادي تعجبكم وغادي تعجب حتى الوليدات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.